سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم بوصفه تاع المايز البوبكورن الفشار باسهل طريقه. اول حاجه واش نحتاجو كميه من الفشار، يعني تكون هكا 5000، كميه من الزيت والسكر بيان سور لازم، يعني اللي يحب مالح ولا حلو، انا نحبو حلو. ونحتاجو هكا طنجره ولا كوكوط ولا شويه ثقيله اللي تصير حاجه اللي ما تلصقلكمش. اول حاجه نحطو الزيت، نحطو كميه هكا تاع 2 مغارف، ماشي مغارف كبار، يعني غير شويه برك، ونحطوهم فوق النار غير يبدو يغلو هذوك الزيت، يعني ماشي يغلي غير هكا يسخن شويه برك. نحطو فوقو المايس هذاك ولا البشنه كما راكم تشوفوا هنايا. نفرغ المايس تاعي ونحاول نضيفلو في كامل هذاك الزيت، يعني الحبه هذيك تاع المايس يجيزها كامل الزيت باش هكا كتنفخ كامل معاكم تطرطق كامل معاكم، يعني ما تجيه لا نزربعه، تجيه لا حبه، يعني ما تيش حبه تطرطق وحبه لا. نبقى هكا نخلطوا فيها شويه، ومن بعد نديروا النار تكون شويه ماشي ناقصه خلاص وماشي عاليه، جيست ما نشوفوا الطرطقه الاولى فيها اللي تطرطق. واش نديروا؟ نغطوا هذيك نغلقوا يعني القدره تاعنا نطيبوا فيها ونخلوها تكمل تطرطق كامله بلا ما نزيدوا. هنا في المرحله هذه ما نزيدوش السكر، ابار الا كنتو دايرين الملح يعني تزيدوا الملح. من بعد هنايا بعد ما طرطقت كامله وخلاصت، هنا راكم تشوفوا بسم الله ما شاء الله طرطقت لي كامله ما كانت حتى حبه. واش ندير هنا؟ نجيب السكر تاعي ونفرغو عليها. هنا لازم تفرغوا السكر تاعكم الكميه دونك على حساب كل واحد واش يحب، كاين اللي يحبها حلوه بزاف، كاين اللي يحبها شويه شويه، يعني انتما واش راكم حابين. الا حابينها زعما حلوه بزاف كثروا، زعما ديروا حتى 5 مغارف 6 مغارف. وهذه هي هنايا تكون يعني ريح شويه السكر هذاك فيها. وشوفوا كيفاش جات بسم الله ما شاء الله الله يبارك، روعه وناجحه من اول مره. واللي حبها كيما هكا دونك تجيك شغل كراميليزي هكا كراميلا، انا نحبها كيما هكا وتجي كروستيون تقرب ان شاء الله لاكي اون ديري تاع برا. هنا واش ديروا؟ بعد ما تفرغوا السكر تعاودوا تشعلوا عليها، يعني تعاودوا تشعلوا عليها وتخلوا هذاك السكر يذوب شويه. بعد ما يذوب تعاودوا تخلطوه، هو يذوب نتوما تخلطوا ابخي تغموها، يعني طفوا النار وتغموها وتخليو هذاك السكر يدخل كامل فيها ويذوب كامل فيها. بعد ما تبرد يعني هنا بعد ما تكون بردت لكم تقدروا تقدموها تيك كروستيون ما شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما طولت عليكم، نحبكم، سلامه.